نستفتح ونقول بسم الله وناخد اول استاكوزا معانا. بصوا يا جدعان، الاستاكوزا دي جميله جدا جدا جدا. بصوا ده كماشه بيصطادوا بيها اي حاجه في الميه مثلا، ما ينفعش تمسكها بايدك او لو انت خايف. بصوا دي كابوريا دافنه نفسها في الرمله. بصوا ماسكها ازاي. تمام، دي اول كابوريا يجيبها. تمام، ايه تاني؟ بسم الله بسم الله. خيار البحر، بيقولوا ان خيار البحر ده سعره غالي جدا وفي منه انواع كتيره قوي، بس معرفش خيار البحر ده بيتاكل ولا بيعملوا بيه ايه. يا ريت اللي عارف خيار البحر ده بيتعمل بيه ايه كويس يقول لي في الكومنتات. بص كابوريا تانية، بصوا دافنه نفسها ازاي في الرمله علشان ما حدش ياخد باله منها. بصوا مش عارف الكابوريا دي بلدي ولا كابوريا ايه، بس اللي عارف برضو يقولي في الكومنتات. ندور كابوريا كمان يمسك. تمام الحمد لله. اللي بعده كابوريا كتيرة جدا بقى كده، بس ديت عندنا تهيألي بيقولوا عليها جراش، مش عارف بقى هل صالحة للأكل ولا لأ. في نجمة بحر اهي، كابوريا كمان. طيب ماشي يلا، ما شاء الله. ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ اوبا، التعبان اسمه مارينا عندنا وفي انواع كتير. دي خطيرة جدا جدا جدا، دي بلاش تمسكها بايدك نهائي لان بقها فيها فكين وما بتسيبش غير لما تقطم اللحم. فخلي بالكوا يا جماعة، اي صياد جديد هنا بيحاول يحط لها سمكة عشان تطلع ويمسكها بالكماش، ولو هيمسكها بيمسكها من عند دماغها، ده لازم. لو مسكتها مثلا من نصها هتلف على ايدك، هتمسك دراعك، ولما بتعض بتفضل تلف لحد ما تقطم. فخلي بالكم يا جماعه. بصوا واحده كمان ايه، هيحاول يمسكها ولازم يركز جدا، ياخد وقته علشان يمسكها من دماغها. فهي هنا ملحقهاش ودخلت، فهيحط لها سمكه كمان عشان تطلع، بس مش هتطلع. بس بقى كمل رحلتك بقى. بصوا يا جماعه، مش هتطلع، هي خايفة، هي دلوقتي شافت حاجة فخافت استخبت. نكمل الرحلة. خيار البحر. يا ريت يا جماعة اللي عجبه الفيديو ما ينساش يتابعني ويصلي على النبي. وقلب احمر